التدخل لحل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة وإنقاذ الأهالي والأطفال من الأمراض التي يعانون منها، وهددوا بالتوجه إلى مكتب النائب العام في القاهرة لعرض مشكلاتهم، بينما نظم عدد منهم وقفة احتجاجية أمام مداخل عماراتهم السكنية. من جانبه وافق اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد على إجراء مسابقة لتعيين 1000 من خريجي الكليات بالنظام الشامل وفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في مدارس المحافظة. من بورسعيد ينضم إليه الصحفي أحمد الجمال. أحمد، مشكلة أهل الضواحي الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مداخل عماراتهم وتضررهم من بعض الأوضاع التي تخص مشكلات بيئية. نعم أيمن، أعدت أكثر من 500 أسرة في الأسبوع الوفاء بمؤسسة شباب الخريجين التابعة لحي الضواحي ببورسعيد مذكرة وصورا فوتوغرافية تشرح الوضع البيئي السيء التي تحياه المنطقة بالكامل لتقديمها إلى محافظة بورسعيد لإيجاد حلا سريعا للأزمة التي وصفوها بالكارثة الصحية على أطفال المنطقة. وأكد الأهالي أيضا أن مياه الصرف الصحي تغرق المنطقة على مدار اليوم لدرجة إعاقة السكان من الذهاب إلى عملية لذلك 6 أيام الأسبوع، وهذه الأزمة مستمرة منذ بداية تسلم المساكن بها، مؤكدين أنهم قدموا شكاوى إلى رئيس الحي التابعة له المنطقة عن طريق المقابلات الشخصية أو عن طريق الهاتف، ولكن لا حياة لمن تنادي على حد وقفهم. وطلب أهالي المنطقة أيضا أيمن محافظة بورسعيد بضرورة التدخل السريع لإنقاذ أطفال المنطقة من الأمراض الصدرية، كما طالبوا بضرورة التحقيق مع المقاولين الذين أنشأوا المشروع والمهندسين التابعين للحي الذين تسلموا مساكن تلك المنطقة، وإحالة أي شخص يثبت أو تثبت التحقيقات تورطه إلى. لكن أحمد، أعتقد هذه المشكلة ليست حديثة، يعني هي قديمة. أعتقد منذ إنشاء هذا المشروع، مشروع الصرف الصحي الذي كان يعتبر يعني في نظر الناس في البداية نعمة ثم تحول إلى نقمة. نعم، هي مشكلة قديمة ولكنها تتفاقم مع زيادة أي توسعات سكانية بالمنطقة أو غيرها لتحميل كل هذه العمارات الصرف الصحي على نفس الشبكة غير الصالحة للاستخدام. طيب، هننتقل إلى موضوع آخر، هو تعيين 1000 من خريجي الكليات بالنظام الشامل وفقا للضوابط التي تقرها وزارة التعليم. نعم أيمن، وافق اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد مساء أمس على إجراء مسابقة لتعيين 1080 من خريجي الكليات بالنظام الشامل وفقا للضوابط التي يعني إيه النظام الشامل يا أحمد؟ النظام الشامل يعني غير العقود الوزارية أو العقود المحلية. هو بنظام شامل يعني وفقا لنظام الدرجات المالية. نعم، يعني تعيين. نعم، تعيين مثبت يعني. نعم، وصرح بذلك الدكتور السيد بشير وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وقال إن العقود الجديدة جاءت لتسد العجز في بعض التخصصات التي تعاني منها مديرية التربية والتعليم بالمدينة سواء في التعليم العام أو الفني. وأضاف أيضا أن محافظ بورسعيد قرر الإعلان الفوري عن تلك الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم وفق التخصصات المطلوبة لسد. طيب، المشكلة أحمد، المشكلة يعني كيف سيتم اختيار يعني من يناسبون هذه الوظيفة من المتقدمين؟ يعني هل الواسطة يمكن أن تعمل عملها في هذا المجال بعد الثورة أيضا، أم أن هناك يعني معايير وشروط ستتبع لإلغاء الواسطة وإلغاء المحسوبيات وما إلى ذلك؟ لا أعتقد أيمن، لأن هذا القرار صدر بعد أن قال الخريجون الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن بوقفات احتجاجية وتظاهرات أمام مكتب وكيل الوزارة. لم تأتي هذه القرارات بدون ذلك، جاءت القرارات بعد هذه الوقفات الاحتجاجية وبعد اعتراض الخريجين على عدم تعيينهم واعتراضهم أيضا على المحسوبية ونظام الواسطة الذي كان يتبع قبل الثورة. وأعتقد أن هذا الأمر سوف لا يجد له مجالا في التعيينات، وسوف تكون المسابقات بشكل شفاف وشكل موضوعي تماما في هذه الآونة. شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد الجمال، كان معنا من محافظة بورسعيد عبر الهاتف.